لو انت في العشرينات من عمرك، في شويه حاجات كده ما ينفعش ما تبقاش موجوده عندك، او بمعنى صح ما ينفعش انك ما تعملهاش. انا عارف ان الفيديو ده بالنسبه لك مفيد، وده اللي مخليك عايز تعمل كده تسكرول، بس خليك معايا للاخر. اول حاجه محتاج تحافظ عليها وهي الانجليش بتاعك، لانه هيفيدك في الكارير واي حاجه عايز تتعلمها، وحتى لو عايز تسافر. تاني حاجة محتاج انك تتعلم مهارة تقدر انها تطلع لك فلوس، اللي بنقول عليها فريلانسنج سكيل. جرافيكس، كتابة او ترجمة، ديجيتال ماركتنج، المونتاج او الفيديو اديتنج بشكل عام، البرمجة وبناء المواقع والابليكيشنز او التطبيقات. ودول على سبيل المثال وليس الحصر. بعد ما تتعلم حاجه من دول محتاج تعمل لك بورتفوليو كويس، وتعمل حسابات او اكونتس على البلاتفورمز او منصات الفريلانسنج زي freelancer.com. حاول تشتغل مع عملاء كتير حتى لو بشكل مجاني عشان بس تبني البورتفوليو بتاعك، وتعمل لينكدين بروفايل نظيف. ما تستقلش اي فلوس تجيلك، لان اي حاجه تيجي اكيد هتبقى احسن من ما فيش. وكل ما تشتغل كل ما هتبني خبره وهتبقى قدام احسن بكتير. اهم حاجه في اللي انا قلتها دي كلها حاجه واحده، وانا ما قلتهاش الحقيقه بس هقولها لك دلوقتي: الاستمراريه.